رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسما، طوبى للعبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزما، طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان. السلام عليكم حبايبي ومشاهدين أم هنا، كل سنة وانتم طيبين متهنين وفرحانين بإذن الله. النهاردة فيديو جديد مع وصفة جديدة بإذن الله، وعاملة لكم شوية حاجات وتريكات إن شاء الله ينولوا إعجابكم. حطوا اللايك يا غاليين وتعالوا يلا بينا هوريكم البانيه بالخلطة السحرية اللي أنا كنت منزلاها على القناة عنديكم، اللي كنت منزلاها قبل الفيديو ده. طبعا التتبيلة والفرمة البصلة والطماطم والفلفل والتوابل، جوز الطيب، ورق لورا، حبهان، فيفوز، فلفل أسمر، كله ده أنا ضربته في الخلاط مع زبدية مع ليمونة مع معلقتين مع الخل. كل ده ضربته في الكبة زي ما انتوا شفتوه، وخليت فيه البانيه لمدة 3 ساعات قبل ما اقليه. بعد كده طلعته حبايبي وتبلته زي ما انتوا شايفين، ما حطيتش اي حاجة. طلعته من الخلطة دي بعد 3 ساعات على خلطة التتبيلة، هي تتبيلة الفيجيتار اللي انا كنت متبلاها معاكم في الفيديو قبل ده، اللي عايزها يخش على القناة يشوفه. وخليته في التلاجة برضو لمدة ساعة لحد فطار المغرب كده ساعة. تعالوا بقى اعمل لكم الكنافة بالكاستر. احنا دلوقتي حطينا البانيه في التلاجة وسبته لمدة ساعتين برضو في التلاجة بعد ما تبلته عشان الغلاف بتاعه ما يطلعش. كنت جايبة نص كيلو لبن ونص كيلو من الكنافة وكيس كاستر بيتباع ب5 جنيه الكيس، بس بيودي الكنافة في حتة تانية. عشان ما تشربش معاك الكنافة سمنة، هنعمل زي ما انتوا شفتوا الخطوات قدامكم. يا دوب بالفرشة ونتك يعني تكتكوه كده شوية. هي نص كوباية سمنة عملت صينية الكنافة دي، طلعت ما شاء الله عليها. بدال ما في ناس بتحمر الكنافة في السمنة والزيت والزبدة، لا، بتاخد منك كمية ياما وبتهدر معاكي ياما، وبتبقى الكنافة كلها سمنة وبتبقى تقيلة. والله العظيم الكنافة بالتركة دي طلعت تحفة، أنا عجبتني جدا. أنا واحدة الله يصلح حالها يا رب قالت لي عليها وطلعت معي حلوة 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 يعني بصراحة، وخفيفة وجميلة. والكاستر باللبن كانت الطبقة بتاعته خفيفة برضو وجميلة. بص انا بدهن ازاي السمنه، ادهني السمنه وسقسقيها سقسق كده، وبعد كده حطيها على الفرن على الشبكه لمده 30 دقيقه على شبكتها. انا بوريها لكم ان هي مسقسقه سقسق، طلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله عليه. انا كنت عامله العسل بتاعها ماسك نفسه زي كده مش طري، انا عايزاه عسل تقيل شويه، لا هو تقيل ولا هو خفيف. زي ما انتوا شايفين كوبايتين مية على ذرة ليمون على كوباية سكر، طلعت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله عليها. كان نفسي اقطعها لكم واوريها لكم. كل سنة وانتوا طيبين وصحة وسعادة يا رب. حطوا اللايك يا غاليين، وكل سنة وانتوا طيبين. طلعت دلوقتي الفراخ البانيه، طلعتها زي ما انتوا شايفين وابتدينا نقلي. بصوا الغلاف ما يتقطعش نهائيا منكم، الغلاف زي ما انتوا شايفينه مقرمش وجميل ما شاء الله عليه. التركة دي ان انتي بتغلفيه وتخليها في التلاجة لمدة نص ساعة، ساعة، ساعتين، زي ما انت عايزة لحد ما تطلعها الجالية بالظبط. ما تفكش معاك الغلاف وبيطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه. تبارك الله يا رب، وربنا يبارك لنا يا رب. كنت عاملة معاهم مكرونة بالصلصة وعملت سلطة، وده كان افطار المغرب بتاعنا. كل سنة وانتم طيبين. وده عصير خروب يا جماعة،
وكان عندي في التلاجة برضو قلقاس طلعته، لحمة بالصلصة. لحمة بالصلصة طلعتها، لحمة مفرومة بالصلصة اهي، كان طبق برضو طلعته. يعني تحطيه على المكرونة برضو مشى حاله وكان جميل. وده أكلتنا، وبألف هنا وشفا على قلوبنا يا رب، وبلح وربنا يا رب يباركلنا في كل حاجة، والله يا رب يكرمنا في كل لحظة في رمضان، وباركلنا في رمضان وليالي رمضان وصلاة وصيام رمضان، وباركلنا في كل حبايبنا. تنسوش اللايك يا غالين، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، مع ألف ألف سلامة.